الطراز المودرن في التصميم الداخلي تمتاز كل حقبة زمنية بخصائص معينة تصفها، فما عرف سابقا بأحدث الموديلات الموضة أصبح يقال عنه في عصرنا هذا ذا الأسلوب القديم أو الكلاسيكي، ولربما سمعت أيضا بمصطلح الأسلوب التقليدي. حسنا، هذا هو النمط الذي قد يصلح استخدامه أو استخدام أجزاء منه في كل عصر. نحن اليوم قطعنا أشواطا كبيرة في فن التصميم، فما كان يعتبر ذوقا شعبيا أصبح له اليوم فن خاص وتصميم دافئ وعملي، وأصبحنا نطلق عليه مصطلح النمط الحديث في علم الفن والتصميم، أو ما يعرف اليوم بالتصميم مودرن. لو نظرت إلى الغالبية من حولك ستجد أن معظم الأشخاص اليوم يفضلون التصميم المودرن. هل سألت نفسك لماذا؟ ربما أنت منهم أيضا، وربما تجد نفسك محتارا إذا سألك أحدهم أي التصاميم تحب، التقليدية، الكلاسيكي، أو العصري المودرن. حسنا، من الطبيعي أن ترتبك لو وجه إليك سؤال مباشر بهذه الطريقة، لأنك ستجد نفسك تتحدث عن مشاعرك تجاه التصميم المودرن قبل طرح المعلومات الموضوعية عنه بشكل منطقي، وهذا أيضا شيء طبيعي. لماذا؟ لأن التصميم يخلق من مشاعر الشخص وإحساسه بالأمور التي تحيط به، وبالأفكار التي تعتريه. التصميم مرتبط بكل جزء منا، وهو كالمرآة يعكس حقيقة شخصيتنا وأسلوبنا ونظرتنا للحياة كما نراها. في مقالنا هذا سنقدم لكم تلك التفاصيل والمعلومات عن فن التصميم الحديث، التصميم المودرن. تابع معنا. تصميم غرفة جلوس مودرن، وهو التصميم مودرن. التصميم الحديث هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى تبسيط شكل التصاميم والتجرد من الزخرفة وتفاصيلها المغالية بالفخامة التي ظهرت في أوائل القرن العشرين. فالتصميم الحديث الذي نتحدث عنه يتناقض غالبا مع الأنماط التقليدية. تكمن أهمية التصميم لداخل الحديث ببساطة التصميم. تحتوي المنازل الحديثة على خطوط نظيفة ومواد طبيعية هادئة ومريحة للعين. التصميم الحديث له أسلوبه المميز الخاص، على الرغم من أن البعض يخلط بينه وبين التصميم المعاصر. إليك بعض النقاط في التصميم المودرن الداخلي. تم بناء المنازل الحديثة بخطوط نظيفة ومستقيمة مع حد أدنى منال الزخرفة. يعطي الديكور الحديث الأولوية للجانب العملي للمنزل أكثر من الجانب الجمالي. يميل الطراز الحديث للألوان المحايدة عن الألوان الزاهية. استخدام الأثاث للتمييز بين مساحات المنزل المفتوح بدلاً من الجدران. تصميم غرفة جلوس حديثة. أساسيات للتصميم مودرن. استخدامات الألوان المحايدة، الأسود والأبيض، هي الألوان الرئيسية في التصميمات الداخلية ذات الطراز الحديث. إظهار الأثاث بشكل جاذب وواضح، ملفت لعين الناظر بشكله البسيط المرتب بعيداً عن الزخرفة ودقة منحنياتها. استخدام الألياف الطبيعية الموجودة في الصوف والقطن والكتان والحرير والجوت جوت لإضفاء مظهر للنسيج. الأرضيات في الطراز الحديث عارية وسلسة. إذا كان لابد من استخدام بعض السجاد للحد من صدى الصوت أو الدفء في اختار الدرجات التجارية، تساعد الإضاءة المريحة على انعكاس الضوء بشكل مريح وهادئ على الجدار. يتم تضمين العناصر الملونة والمعدنية في تركيبة الإضاءة. يعمل الاستخدام المكثف للمعدن والحجر والزجاج بنوعيه الشفاف وغير الشفاف بشكل جيد في غرفة مزينة بأسلوب معاصر، لإعطاء المساحة نوع من الدفء والراحة. إن سمحت لك المساحة، فاختر أن تكون النباتات والزهور كبيرة ومثيرة للنتبها في أحواض بسيطة، لأن الأزهار الكبيرة ذات الأوراق المتنوعة تعمل بشكل أفضل. عامة، الفرق بين التصميم المودرن والكلاسيك. يحدث بعض الالتباس حول الفرق بين التصميم الحديث والكلاسيكي. غالبا ما يتم استخدام المصطلحين بالتبادل، لكنهما ليس مترادفين. يتمثل الاختلاف الأكثر وضوحا بين هذين الأسلوبين في أن التصميمات الكلاسيكية تميل لتكون أكثر تعقيدا من التصميمات الحديثة، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة. التصميم الحديث ذو طابع عملي وظيفي، أما الكلاسيكي ركز على الجماليات. التصميم الحديث سهل الاستخدام، بينما التصميم الكلاسيكي رمز للجمال والأناقة. كيفية إنشاء نمط كلاسيكي؟ عند التفكير في الحصول على تصميم كلاسيكي ترغب في إضافة عناصر زخرفية إلى مساحاتك تتشكل في القوالب والسجاد والثريات الكريستالية.
إذا اختار القطع الفنية سواء كانت لوحات أو منحوتات فأنت بحاجة إلى اختيار الأقطع التي تتحدث عن عصر ما اختلف. عندما يتعلق الأمر بالألوان والأنماط عليك باستخدام الألوان الغنية والأنسجة الزهرية، فهي جزء من التصميم والأثاث. كيفية إنشاء نمط حديث؟ تعد البساطة عاملاً أساسياً في التصميم الحديث. يجب الحفاظ على الأشياء مرتبة بقدر الإمكان، ويجب أن يكون لك لا قطعة أثاث أو زخرفة غرض. لذلك فإن التصاميم الحديثة تتيح مساحة عمل واسعة ومساحة لاحتياجاتك. عادة ما يتم استخدام ألوان محايدة أو أشكال هندسية، فالمنزل الحديث يكون دافئاً وجذاباً. مميزات التصميم المودرن: تمتاز التصميمات الحديثة للتصميم مودرن بلا الراحة لا الدفء جومنا للترحيب البساطة، بالإضافة لمميزات أخرى. البساطة والابتعاد عن المغلاة في الفخامة والزخرفة. استخدام ألوان محايدة أو طبيعية. استخدام خطوط بسيطة ونظيفة. الاعتماد على الضوء الطبيعي والنوافذ غير المزخرفة. استخدام المواد الطبيعية والألياف الطبيعية. استخدم الأسطح العاكسة مثل الفوالذ أو للزجاج. للتصميم لموادرن لخرجي. التصميم الخارجي الحديث هو مزيج من المواد الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة. إنها طريقة لجعل المظهر الخارجي للمبنى جميلاً وعملياً. ويعد التصميم الخارجي الحديث تعبير مرئي عن الداخل. من المفترض أن تلاحظ من الخارج ويمكن أن تكون أيضاً جزءاً من للتصميم لداخلي. شركة داكوري تفديك